السلام عليكم حبيباتي، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نتشارك معكم هاد الحليوه سهله وبسيطه، حلوه كلاصي باسهل طريقه. المقادير ديالها موجودين في كل بيت، ما يمكنش شي سيده ما تقدرش توجدها، غير خاصكم تحيدوا العجز عليكم وغادي تفرحوا وليداتكم والضيوف ديالكم بواحد الحلوه واعره بزاف، سهله بزاف، وما كاينش شي سيده اللي ما تقدرش توجدها. المقادير ديالها موجودين في كل بيت. الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه، مرحبا بكم، الف مرحبا. اشتركوا في القناه بوصلكم كل جديد. عجبكم الفيديو من طبيعه الحال دعموه بزاف ديال اللايكات، بارطاجوه مع العائله والاهل والاصدقاء. نتلاقاو مع المقادير وفي طريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، هنا حاجتنا في 4 ديال المقادير. هنا عندي هاد الكريم فريش اللي هي جا فيها السكر، يعني ما نحتاج نخدم السكر. عندي الحليب المحلى والمركز، عندي كاس ديال الحليب نيدو غبره، تقدروا ديروا شي نوع اخر. عندي هنايا هاد الفلون كراميل، اختياري، بغيتو ديروه ما بغيتوش ديروه، ولكن يعني الحليب غبره والحليب مركز والقشطه الطريه هادو ضروريين. بالنسبه للفلون بمذاق الفريز والفلون بمذاق الفانيليا هما اختياريين، بغيتو ديروهم اوكي، ما بغيتوش ديروهم ماشي مشكل. حنا فقط باش نبدلوا الذوق نديروا 2 طبقات، وحده بمذاق ديال الفريز وحده بمذاق ديال الفاني. نتمنى المقادير يكونوا بطبيعه الحال واضحين وبساطين وفي متناول الجميع. هنايا على بركه الله غادي ندير القشطه الطريه باش تطرب ليا في بلانيتاريا كما كتشوفوا. نتوما بغيتو ديروا بالباطوغ العادي يمكن لكم. غادي نطرب العناصر، يعني لا كريم فريش ديالتي مزيان. كما قلت لكم هاد لا كريم فريش هي جا فيها السكر، يعني ما نحتاجش ندير فيها السكر نهائيا، خصوصا وان عندي الحليب مركز، يعني ما يعني غادي يجي السكر بزاف. غادي نطربها مزيان بحال هكذاك على سرعه متوسطه. من بعد غادي نزيد في السرعه باش طلع ليا بسرعه كما كتشوفوا. السيدات كاملين عارفين كيفاش كيطلعوا لا كريم. من بعد غادي نبقى نزيد في الحليب مركز بشويه بشويه. بطبيعه الحال غادي نبقى نزيدو على دفعات، يعني ما غاديش نديرو في خطره، كيفاش يندمج ليا مزيان مع الكريمه ديالتي. من بعد غادي نبقى مستمره بحال هكذا تنسالي الكميه ديالتي كامله. هاد الحلوه هذه يعني ما كاينش مسهل منها، بسيطه 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 بزاف، والمقادير ديالها اكيد متوفرين وماشي مكلفه نهائيا. هنايا غادي نزيد الياغورت، يعني هاد الكريم كراميل. نتوما بطبيعه الحال بغيتو ديروا شي نوع اخر يمكن لكم، هو اصلا اختياري يعني ماشي ضروري، غير هو كيعزز لنا النكهه وكيعطي واحد النكهه خاصه لهاد هاد الحلوه هذه، كيعطي واحد المذاق خطير بزاف بزاف. الا بغيتو تعوضوه بيوغورت بمذاق الفاني يمكن لكم بطبيعه الحال. غادي نبقى مستمره بحال هكا كما كتشوفوا. انا المقادير كنديرهم على دفعات، يعني كنمشي دقه دقه، كل كنزيد واحد الحاجه وكنخدمها مزيان ومن بعد كنزيد الحاجه الاخرى. هنايا بقى ليا حاجه وحده هي الحليب، حليب بودره. هنايا هاد الحليب بودره اشنو الدور ديالو؟ الحليب بودره هنايا الدور ديالو هو ان الحلوه ديالتنا كتبقى شاده راسها، يعني واخا كتخرجوها من الفريزر باش تقدموها للضيوف ديالكم ولا وليداتكم، واخا كتخرجوها بواحد الساعه د المكانه ولا حتى ساعتين ما كيصرى ليها حتى شي حاجه، وما كتحسيش داك المذاق ديال الثلج. يعني داك المذاق ديال الثلج ما كتحسيش به. كتاكلي الحلوه ديالتك وبحال كتاكلي شي كلاص شريتيه يعني على برا، شي حاجه زوينه بزاف، ما فيش مذاق ديال الثلج نهائيا. يعني هذا هو الدور ديال الحليب، يعني حليب بودره. كما كتشوفوا هنايا الكريمه ديالتي راها واقفه. هنايا تقريبا راني ساليت كاع المقادير اللي خاصني نديرهم. هنايا شنو غادي ندير؟ هاد الكريمه هذه، هاد الخليط اللي وجدنا غادي نقسموه على 2،
واحد غادي نديرو فيه الفلون بمذاق الفاني، والثاني غادي نديروه اني ندير فيه الفلون ديال الفريز. هنا بطبيعه الحال هادو راه مذاقات اختياريين، ولكن نتوما بغيتو ديروا انواع اخرين، مذاق ديال البنان، مذاق ديال الليمون، مذاق ديال الحامض، يعني اي مذاق. ولا ما بغيتوش ديروا كاع المذاقات بحال هكذا، يمكن لكم تستغنوا عليهم وتخليو المقادير الاصليين بوحديتهم. هما بوحديتهم راهم كيجيو واعرين بزاف. حنا فقط باش يعني نرضيو جميع الاذواق. كاين اللي كيبغي الفاني، كاين اللي كيبغي الفريز، كاين اللي كيبغي اي ذوق يمكن لكم تخدموا به. هنايا بطبيعه الحال الجزء اللي درت فيه فلون فاني غادي نحاول نطربه واحد دقيقه بحال هكذاك باش يندمج ليا مع العناصر كاملين، لان لا سباتيل بوحديتها تقدر ما تخلصش ليا. يعني كما كتعرفوا ان الفلون فاني كيكون بحال الغبره، وباش نخلطوه مع العناصر كاملين ويدخل مع الكريمه ضروري خاصنا نخدموه مزيان. هنا انا اعتمدت هاد المول هذا بهذا الشكل هذا، بهذه الهندسه شحال زوين، والمذاق يعني المنظر ديالو زوين 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 بزاف. خديته من لي سيت، يعني من لي سيت اللي في الانترنت، يعني ماشي مكلف نهائيا، وكيعطي الشكل ديال الحلوى زوين. نتوما بطبيعه الحال ما كانش متوفر عندكم تقدروا ديروا اي شكل اخر، مول دائري، مول طويل، يعني مول مربع، يعني تقدر ديروا اي شكل عندكم، او لا سيليكون، حيت هاد المولات ديال السيليكون اي شكل كان عندنا كيعاونوا بزاف اننا نديموليو الحلوى وما كيمحنوناش نهائيا. غادي ندير الطبقه الاولى اللي بمذاق الفاني كما كتشوفوا، ندير الطبقه ديالتي كامله، ومن بعد غادي نحاول نسرحها مزيان بحال هكا كما راكم تشوفوا على جميع، يعني باش تجيني متساويه. نضربها بحال هكذا باش تاخذ ليا داك الشكل الهندسي ديال المول، يعني راكم فهمتوني شنو بغيت نقول. من بعد غادي ندخلها للثلاجه تتقبط ليا فراسه مزيان. كما نحاول هذاك الوسطاني نجيبو للوسط، لانكم عارفين المول ديال السيليكون كيبقى يتعوج هكا نحاول نثبتو مزيان. غادي ندخلو الثلاجه واحد ساعه ساعتين غير تخبط ليا فراسه مزيان. من بعد غادي ندير ليها الطبقه الثانيه اللي هي طبقه ديال الفريز. هنا بطبيعه الحال كيف ما درت في الطبقه الاولى غادي نحاول واحد دقيقه نخلط الكريمه مع الفلون فريز باش يندمج ليا معاه مزيان، باش ما يبقاش ليا دوك الحبيبات ملي نكون ناكل ما نحسوش بدوك الحبيبات ديال الفلون. من بعد هنايا كما كتشوفوا يعني دقيقه ولا اقل من دقيقه غير باش يندمج ليا الكريمه مع الفلون. غادي ندير الطبقه الثانيه فوق من الطبقه الاولى كما كتشوفوا، نسرحها على السطح ديال المول ديالتي. ومن بعد غادي ندخلها للثلاجه كما راكم عارفين. ضروري غادي نخليها على الاقل واحد 6-8 سوايع، ولا خليتوها تبات غادي تكون من الاحسن. غادي نبقى مستمره بحال هكذا، ندير بطبيعه الحال الخليط ديالي كامل في المول كما راكم تشوفوا. نسرح الكريمه ديالتي على المول مزيان باش تاخذ ليا الشكل ديال المول وتعطيني واحد المنظر يكون زوين. انا من طبيعه الحال كما قلت لكم تقدروا ديروا اي مول كان متوفر عندكم في البيت، يعني ماشي ضروري تكلفوا على راسكم ولا تمشيو تشريو هذا المول بالذات. انا يا صراحه مضروبه على هاد المولات فيما كيبان لي شي مول زوين كناخذو، وصراحه ماشي مكلفين نهائيا، خصوصا اللي كناخذوهم من الانترنت، يعني ماشي مكلف نهائيا. هنايا انا غادي ندخلو الفريزر كما قلت لكم، غادي نخلي واحد الليله كامله. الغد اللي عاد ان شاء الله نحاول نديكوريه معكم، وطبيعه الحال الديكور غادي يكون بسيط بزاف على حسب داكشي اللي متوفر في البيت. هنايا من طبيعه الحال بالنسبه للديكور هنايا انا دوبت واحد شويه يعني 100 غرام ديال الشكلاط الابيض. ديروا اي نوع واخا تكونوا النوع رخيص ماشي مشكل، حيت هاد الشكلاط هذا غادي غير نديرو غير كديكور.
باشكال ديال السيليكون اللي عندنا، ولا المولات ديال اللي نديرو فيهم الشكلاط باش يعطونا اشكالات بحال هكذا، دوك اللي كنديرهم في الصابلي ولا المولات ديال السيليكون. انا هنا عندي هذا المول هذا اللي كنديرو فيه المعلقات، غادي ندير فيه نعمرو بحال هكذا كما راكم تشوفوا، وندخلو كيبرد ليا واحد وخد 15 دقائق على ما يبرد ليا. من بعد كنديمو ليه. هنايا من طبيعه الحال ملي تبغوا ديمو ليه هذا النوع ديال السيليكون، هذا النوع، هذا الشكل هذا ديال المعلق، ردوا البال بزاف لانهم كيتهرسوا بكل سهوله، خصوصا ديك الجهه الطويله. ردوا البال مزيان، بقاو كديمو لهم بشويه بشويه حتى تساليو كاع الوحدات كاملين. انا من طبيعه الحال غادي نخدم بنفس المول حيت عندي غير واحد، يعني خاصني نخدم بهذاك، نتسناه يبرد ونعاود صراحه. خص الواحد منين ياخذ شي مول ديال السيليكون ياخذ جوج، باش واحد يكون في الثلاجه وواحد يخدم به. من بعد غادي ندير هذاك الشكلاط اللي بقى ليا، غادي نزيد عليه اللون الغوز، وغادي نعاود ندير معلقات وحدين اخرين ونديرهم بطبيعه الحال في الثلاجه يبردوا ليا، يعني واحد 5 حتى 10 دقائق. يعني ما كياخذ، عارفين دابا الوقت بارد والجو بارد ودغيا دغيا غادي يقبطوا لينا في راسهم بطبيعه الحال. انا هنايا بطبيعه الحال وجدت شكيلات اخرين، يعني بهذاك المول ديال الصابلي اللي كنوجدوا به الصابلي عادي. هنايا عندي واحد مجموعه ديال الحويجات اللي باغا نديكوري بهم الحلوه ديالتي. عندي هنايا هذا العقيق هذا اللي بالموف، عندي هاد العقيق حتى هو اللي بالالوان. هادو خراس كنت جبتهم معايا من المغرب، شي حاجه كنت شريتها من الانترنت، شي حاجه شريتها من المغرب. هنايا غادي ندير هاد الوريدات بالغوز وبالبيض، يعني بنفس الشكرات اللي كان بقى ليا، يعني باش ما نضيعوا حتى شي حاجه. خدمت باش نديرهم، خدمت هاد المول هذا ديال اللي كنديروا به العجينه ديال السكر. انا صراحه هاد المولات هادي يعني ديال الصابلي ما عندي صغيورين، عندي غير هادو ديال السيليكون. المهم بقيت غادا دقه واخا خدوا لي شي شويه ديال الوقت، ولكن ماشي مشكل، نصبروا مره نصبروا. هنايا كما درت هاد الوريدات بالغوز حتى هما والبيض بالمول ديال الصابلي. نتوما تقدروا ديروا اي مول كيعجبكم، لكم الاختيار. بطبيعه الحال الديكور هذا غير جهاز شخصي، نتوما يمكن لكم ديكوريو الحلوه ديالتكم كيف ما بغيتوا، على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم في البيت. بطبيعه الحال كيبقى لكم كامل الاختيار. هنايا من بعد ما بردات ليا الحلوه ديالتي، يعني خليتها ليله كامله، غادي نحاول نديمو ليها بحال هكذا قدامكم باش تشوفوا كيفاش كتجي في الشكل ديالها. كتجي زوينه بزاف، كتاخذ يعني الشكل ديال هذا المول اللي خدمنا به. هنا كما كتشوفوا الحلوه ديالتنا ملي كنخرجوها من الثلاجه ما كتكونش دايره بحال الحجره، لا ما كتكونش، يعني هذاك الحليب النيدو اللي درناه ليها كيخليها يعني ممكن تاكلوها هذيك الساعات بلا ما تخليوها زعما تحيد منها الثلج ولا شي حاجه، لا كتكال في ساعتها وكتكون كتذوب في الفم وكتجي واعره بزاف. انا نتمنىكم تجربوها وردوا عليا الخبر، كتبوا لي في التعاليق ديالكم كي واش صدقات معكم ولا لا، وكيف جاتكم في المذاق. غادي تعجبكم بزاف اكيد، نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. بطبيعه الحال انا غادي نبقى نديكوري في الحلوه ديالتي كما كتشوفوا، ندير المعيقات في الوسط. هنايا في الوسط تقدروا تخليوه خاوي، تقدروا ديروا دي ماكارون، تقدروا ديروا اي حاجه متوفره عندكم، شكلاط دايب، نوتيلا، يعني نتوما كيبقى لكم المجال واسع. انا بطبيعه الحال كنبغي ندير غير حاجه اللي ما فيهاش تماره بزاف وكتعطي واحد المنظر زوين، وفي نفس الوقت ما كتخسريش بزاف ديال المقادير وخاصك تقداي هادي وهادي. صافي غادي نبقى مستمره بحال هكذا. غادي ندير هاد العقيقات بالموف كيعطيو واحد المنظر زوين. نبقى مستمره بحال هكا، كنديرو غير في الجنيبات كما كتشوفوا. انا بطبيعه الحال غادي نخليكم تكملوا الفيديو، يعني في الديكور ديالو المنظر ديالها كيجي زوين بزاف. انا كما قلت لكم الديكور ديال الحلوى كيبقى اختيار ديالكم، ديكوروها كيف ما كيعجبكم. صراحه كيجي المنظر ديالها والمذاق ديالها، خصوصا المذاق كيجي رائع بزاف، لان واحد الحلوى كلاصي
المقادير ديالها بسيطه بزاف، ماشي مكلفه نهائيا. يعني حلوه بحال هذه تمشيو تاخذوها من الباتيسري، كونوا على يقين انكم غادي تحطوا واحد المبلغ اللي محترم، مع ان المقادير ديالها ما غاديش تكلفكم حتى 20 درهم حتى 30 درهم. بسيطه بزاف. وليداتكم غادي تعجبهم بزاف، والضيوف ديالكم غادي يحماقوا عليها، واكيد غادي يطلبوا من عندكم المقادير. انا هنايا غادي نخليكم تكملوا الفيديو في الديكور ديالو. الى عجبكم الفيديو من طبيعه الحال دعموه بزاف ديال اللايكات، وبارطاجيو الوصفه مع العائله باش تعم الفائده على الجميع. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. سلام.